إزاي تقدر تعرف إن الشخص اللي أنت معاه في علاقة هو بيتلاعب بيك والّا لأ، وإيه المطلوب منك تعمله لمّا أنت تعرف إن الشخص ده بيتلاعب بيك؟ في الحقيقة هم 7 نُقط لو أنت لقيت النُقط دي موجودة في الشخص اللي أنت معاه في علاقة أو أغلب النُقط دي موجودة، مش لازم كلّها، خلّيك عارف طبعًا للأسف إن الشخص ده بيتلاعب بيك، فعشان كده خلّيك متأكد إنك تكمّل برضه الفيديو للآخر، لإن في الآخر هاقول لك إزاي تتصرّف معاه. خلّينا على طول نخش في موضوع الحلقة عشان نوفّر وقتنا ووقتكم. أول نقطة معانا هي الكذب المستمر، لو لقيت من الشخص اللي قدّامك إن هو بيكذب طول الوقت، طول الوقت بيكدب عليك، خلّيك عارف بنسبة كبيرة جدًا الشخص ده أو مش بنسبة كبيرة 100% الشخص ده بيتلاعب بيك، لإن بمنتهى البساطة الشخص ده نفسه اللي هو بيكدب عليك بشكل مستمر، لمّا هو هيقرر يكون موجود مع حد في علاقة مش هيحب يكون موجود مع حد بيكدب عليه. ما فيش حد عايز يكون موجود في علاقة هيقعد يكدب طول الوقت، اللي بيكدب بمنتهى البساطة هو مش عايز يكون موجود في علاقة جدية، هو عايز يوهمك إن هو في علاقة لكن مش عايز يكون في علاقة جدية، اللي عايز يكون في علاقة جدية أساسها الصدق زي ما طول عمري باقول. فتاني نقطة هي الinconsistency أو عدم الاستمرارية أو عدم الثبات، تمام؟ يعني بمنتهى البساطة بتلاقي الشخص ده بيروح وبييجي، الشخص ده مش موجود معاك طول الوقت. أكيد ممكن واحد يمُر بظروف صعبة يقل اهتمامه شوية، يحصل شوية ضغوطات، أوكي، كل ده مقبول. لكن باتكلم حرفيًا بيختفي وبيرجع لك، يروح ويرجع لك. طبعًا الشخص اللي بيروح ويرجع ده مستحيل يكون حد هو عايزك بمنتهى الجدية، فبرضه دي علامة لازم تخلّي بالك منها. النقطة التالتة معانا إن هو بييجي لك وقت الحاجة، وقت ما يكون محتاج منك حاجة ييجي لك، وقت ما هو ما يكون مش محتاج منك حاجة يختفي أو يقل. لمّا يكون محتاج منك حاجة يعاملك كويس ويكلمك كويس ويعمل لك اللي أنت عايزه ويسمّعك الكلام اللي أنت عايز تسمعه، عشان خاطر ياخد الحاجة اللي هو عايزها، عشان خاطر هو مزنوق دلوقتي عنده مشكلة عايز ياخد حاجة، فهيسمّعك الكلام اللي أنت عايزه. خلّي بالك من جملة يسمّعك كلام، لإن في فرق بين يفعل أفعال ويسمّعك كلام، أوكي؟ الناس دي عامةً اللي بتتلاعب هي بتسمّع كلام حلو أوي، لكن مش بتاخد action على أرض الواقع. فخلّيك عارف برضه إن النقطة التالتة دي اللي هو بييجي لك وقت الحاجة. النقطة الرابعة معانا إن هو لمّا بيلاقيك إن أنت زعلت منّه أوي وقفشت منّه بالبلدي كده أو بالمصري يعني، زعلت منّه على الآخر، بيعرف إزاي يجيبك تاني، بيعرف يسمّعك الكلام الحلو اللي يخلّيك ترجع له تاني حتى وأنت زعلان منّه. الشخص اللي بيتلاعب ده يا جماعة أو المتلاعب ربنا يبعدنا عنهم يا رب، الناس دي بتبقى فاهمة كويس أوي نُقط ضعفنا إيه، وفاهمة كويس أوي نُقط ضعفك إيه، فبتبقى عارفة إن الشخص ده نُقط ضعفه 1، 2، 3، فلمّا هيروح منّي أو لمّا هيبقى مش موجود في حياتي، لأ أنا هاعرف إزاي أرجّعه تاني عن طريق إن أنا آجي له على نُقط ضعفه دي وإيه، وأعمل له عليها pressing كده، أضغط عليها فهو هيبتدي يضعف وهيبتدي يرجع لي تاني، فخلّي بالك من الصفات دي، لإن في الآخر برضه زي ما قُلت هاقول لك إزاي تعرف تتصرّف معاهم. الصفة الخامسة معانا هي فكرة إن هو مش عايز يلتزم بيك خالص، مش عايز يلتزم بالعلاقة. أي علاقة سواء كان راجل أو ست في التزام على الراجل في العلاقة، في التزام على الست في العلاقة، فتلاقي الراجل ده مش عايز يلتزم، الشخص ده عايز يبقى حُر، مش عايز حد يربطه، فبتلاقيه دايمًا بيحاول يهرب منك، عشان كده بتلاقي الشخص اللي بيتلاعب ده بيكذب كتير، ليه هو بيكذب كتير؟ هو مش عايز يقول لك الصدق، لو قال لك الصدق معناه إن هو هيلتزم وهو مش عايز يلتزم، عايز يفضل حُر، فعشان يفضل حُر طليق يتصرّف زي ما هو عايز، بيضطر إن هو يكذب يسمّعك اللي أنت عايزه ويتصرّف في الآخر زي ما هو عايز. فهتلاقي النقط دي كلّها connected ببعض كده متوصّلة ببعضها، فأول ما تلاقي الشخص اللي قدّامك هو مش عايز يلتزم بالعلاقة، فخلّيك عارف برضه إن دي من النُقط اللي مش لطيفة أبدًا في الشخص اللي قدّامك. النقطة السادسة معانا إن هو بيتجنّب ودي نقطة مهمة جدًا، بيتجنّب إن هو يخُش معاك في نقاشات عميقة. العلاقة عشان تتبني صح، في مواضيع crucial جدًا، مواضيع مهمة جدًا، مواضيع عميقة جدًا، مواضيع مش هينفعش الكلام فيها كده يبقى كلام سطحي. تلاقي الشخص اللي هو بيتلاعب بيك ده هو أساسًا مش عايز يدخل في علاقة، ما هو بس بيوهمك، هو بيتلاعب بيك ده يعني إيه؟ بيوهمك إن هو عايزك، بيوهمك إن هو باقي عليك، هو في الحقيقة مش باقي عليك، هو بس عايز يوهمك عشان عايزك دايمًا تفضل موجود كاستبن، لمّا الدنيا تلِف بيه والدنيا تخبّط معاه، يحس إن في عنده إيه، مصدر أمان يرجع له. ده الشخص اللي بتلعب، لكن هو الشخص ده مش ما هواش جَد في العلاقة، ما هواش جَد لفكرة إن هو عايز بجد يبقى موجود معاك. فالشخص اللي مش عايز بجد يبقى موجود معاك، يوم ما تخش في نقاشات عميقة بتخُص الحياة وإزاي تأسسوا الحياة ومش عارف إيه، وإيه أفكارك وإيه أبعادك والتعامل تلاقيه بيتجنب الموضوع ده، تلاقيه بيشتري دماغه، تقول لك أصل أنا تعبان، تحس إن هو كان بيتكلم في الأول عادي معاك جدًا والموضوع حلو وفايق معاك، ومرّة واحدة تلاقيه أصل أنا تعبت، أصل أنا مش عارف مشغول، أصل أنا مش عايز يتعب نَفْسه بإنه يخُش معاك في نقاشات عميقة. النقطة السابعة والأخيرة معانا، إن هو بمنتهى البساطة لو لقى حد أنسب ليه مش أحسن منّك، لو لقى حد أنسب ليه هيسيبك ويمشي. الناس اللي هي بتتلاعب دي هو مش باقي عليك، هي الفكرة كلّها هو بيعمل إيه، بيقول لك إيه الoptions اللي قُدّامي، أنت كشخص أنت مش فارق معاه خالص، فلمّا بيلاقي حد أنسب ليه بياخد بعضه وبيسيبك وبيروح له بكل بساطة خالص، عادي جدًا. ولو راح له واكتشف إن هو مش أنسب ليه هيرجع لك تاني. في فرق كبير يا جماعة بين إن أنت تكون موجود في علاقة مع حد بيعاملك كويس،
فأنت لازم تكون باقي معاه وبين حد بيعاملك وِحِش. فلو أنت بتعامله وِحِش أنا مش دي الحالة اللي أنا باتكلّم فيها، أنا باتكلّم هنا في حالة إن أنت بتعامله كويس بس لقى حد أنسب، يعني أنت بتعامله كويس بس لقى حد بيعامله أحسن منّك مليون مرّة، لقى حد مدلّعه أكتر منّك مليون مرّة، لقى حد أغنى منّك، لقى حد أذكى منّك، لقى حد مستقر مهنيًا عنّك، لقى حد أيًا كان، بس ده مش معناه إن أنت النُقط دي عندك نقص فيها لأ، مش معناه النُقط دي هو بيقول لك أنا متضايق منّك في النُقط دي واشتغل على نَفْسك فيها وأنت ما بتشتغلش لأ، أنت حد كويس. بس هو شاف حد أعلى منّك، ولازم تقبل فكرة ولازم كلّنا نقبل إن أنت ما أنتش أحسن حد في الدنيا ولا أنا أحسن حد في الدنيا، كل إنسان فيه اللي أحسن منّه، أوكي؟ فهو لو لقى حد أنسب، هيبتدي يشوف معاه إيه الموضوع، ولقى الموضوع معاه ماشي، هيسيبك ويركنك على جنب ويروح للأنسب. نخش بقى للجزء التاني من الحلقة، اللي أنت مطلوب منّك تعمله لو أنت حسّيت إن الشخص اللي قدّامك ده بيتلاعب بيك، لازم تكون واعي جدًا، أوكي؟ ومش لازم تستنى ال7 نُقط كلّهم يحصلوا يعني، تمام؟ مش لازم توصل للمرحلة الأخيرة إنه يلاقي حد أنسب منّك ويروح له، تمام؟ فلازم أنت تبقى واعي، فأنت تعمل إيه، أول ما تحس إن الشخص ده بيبتدي يتلاعب بيك، أول حاجة تعملها تقطع الاتصال خالص، تقطع الاتصال معاه مش بس تقطع الاتصال على الشات والكلام ده، مش ده اللي أنا أقصده نهائي، وده طبعًا ده جزء من الno contact rule بس الno contact rule من عقلك، أنا بالنسبة لي من عقلك من مخك هنا، اقطعه شيله من دماغك، شيله من راسك، خليك فاهم كويس إن الشخص ده مش هو ده الشخص اللي أنت يصلح إن أنت تخش معاه في علاقة وتبني معاه long term relationship علاقة طويلة الأمد، مش ده أبدًا. بمنتهى البساطة، مش ده أبدًا، فخلّيك عارف كده كويس، فأهم حاجة تعملها إنك تقطع الاتصال فعلًا التواصل معاه خالص، وإنك تشيله من راسك، ولو هو جه لامك أنت مالك ما بقيتش تكلمني زي الأول، مالك ما بقيتش موجود زي الأول، بمنتهى البساطة أنا ليّا متطلبات في العلاقة وشُفت منك موقف 1، 2، 3 خلّتني أحس قُل له كده بكل وضوح، خلّتني أحس إن أنت مش حد جَد، خلّتني أحس إن أنت يمكن تكون بتتلاعب بيّا، أنا مش شايف فيك الصفات اللي أنا بادوّر عليها في الإنسان اللي أنا عايز أرتبط بيه، أو اللي أنا عايزه يكون هو شريك حياتي. فعشان كده باعتذر منّك لحد ما أشوف منّك الصفات دي، أنا موجود. وفعليًا ادّي له الفرصة وادّي لنفْسك الفرصة إن هو ممكن يكون حد بيتصرّف غلط، ممكن يكون حد فعلًا هو شخص كان بيتلاعب بيك وقرر إن هو ما يتلاعبش بيك، وقرر إن هو يزوّد من جودته، وقرر إن هو فعلًا يبقى معاك، فعادي بس أهم حاجة في الوقت ده اللي أنت تعمله إنّك تقطع معاه الاتصال خالص، ما تدّيلوش، ما تشغلش بالك بيه، ما تشغلش تفكيرك بيه، سيبه هو تمامًا وننزّله زي ما باقول لك نزّله من على ودانك، نزّله من على ودانك حرفيًا، شيله خالص من فكرك لحين إشعار آخر. وفي الوقت ده أكيد طبعًا لو أنت لقيت عندك opportunity تانية إنك تخش مع حد تاني، ما تجيش تقول لي يا حبيبي لأ أصل كان بيني وبينه مشاعر، أصل عِشنا أيام حلوة، أنا إزاي هاقدر أعمل كده؟ الشخص اللي بيعمل فيك الحاجات دي أو بيعمل فيك أغلب النُقط اللي أنا قُلتهم دول، هو لو جات له فرصة زي ما قُلت لو جه له حد أنسب قدّامه صدّقني هيسيبك وهيروح له عادي جدًا، تمام؟ فخلّيك حاطط في عقلك كده كويس جدًا، وعشان كده خلّيك واعي، ما تستناش لحد الكارثة ما تحصل، وأتمنى يا رب يكون الفيديو مفيد، ما تنسوش يا جماعة تعملوا share وsubscribe وlike الحاجات اللي أنتم عارفينها دي. وزي كل مرة في آخر كل فيديو خلّي بالكم على نفسكم، وخلّي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، وأشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله، سلامات.